هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير ويا ربي صحة وسلامة على الجميع. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم هو طرشي. هالطرشي بطريقة كلش يعني سهلة وبسيطة، وأضمن لكم انه ما يعفن. هو جرب الطرق الصراحة فما نجحت الا هاي الطريقة والحمد لله. يعني راح يخلص الطرشي هو بعد ما معفن. خليكم وياي حتى نشوف شنو سر عدم تعفن الطرشي. طبعا هالطريقة يعني هي طريقة المحلات. فبالبداية يعني أحتاج هيجي سطل، وأحتاج هذا النايلون تلقونه موجود بالمحلات. يعني كيس عادي. فراح أخلي كيس داخل السطل وأبدي أقطع الخضروات اللي أريدها: خيار، جزر، قرنابيط، شونذر، أي شي انتو يعني حابين تضيفونه بالطرشي. فهسه قدامكم أني خليت السطل يعني وخليت ببطن التشيز، وهسه راح أبلش أقطع الخضروات وأخليها بداخله. طبعا بالنسبة للخيار، الخيار مجرد بس يعني شقيته من النص وها هي. الجزر قشرته وقطعته دوائر. القرنبيط مجرد بس يعني قطعته. والشوان ذا قشرته وقلمته إلى يعني أصابع سويته. والشلغم همين سويته يعني أشكال لا التعيين. وهسه حبايبي، بعد ما كملت تقطيع الخضروات وغسلتهم هسه راح أبلش أخليهم بالسطل. طبعا أنا بالبداية يعني خليت الخيار يعني هيج بعمرته، بس بعدين يعني شفته يعني كبار فقلمته. يعني شوفوا أنا قطعته بالفيديو. هسه حبايبي كمل يعني طرشي مثل ما تشوفون. كملت سويت مثل طبقات. فهسه راح اخلط وياكم الملح والماء يعني كقياسات كلش مهمة. القياس الملح مثلا صلاحية ملح 5 صلاحيات ماء. مثلا هسه اني هاي الصلاحية ما مملية كلش يعني ملح خشن لازم ضروري، مو ملح هذا الملح العادي، لازم تجيبون ملح خشن. فاني لحد هنا مملية صلاحية يعني مأشرت لكم اياها بالفيديو. هذا يعني حدها ملح. فاني ايش راح اضيف همين لحد هذا المكان يعني ايش قد الملح لحد هاي يعني شو نقول صلاحية الا ربع، راح اضيف همين مقدارها 5 مرات ماء. تشوفون هسه راح اترس الصلاحية وهم يشوفوها لحد من كان الملح. هسه همين لحد ماي. طبعا هسه بعد ما خلطت خليط الملح والماي، 1 ملح و5 ماي.
فهسه بعد ما ضفتهن حبيت اضيف يعني فوق لهانة. وهسه راح نجي للسر اللي يخلي الطرشي ما يعفن نهائيا. طبعا اللي يخلي الطرشي يعفن هو الهواء. الهواء تتجمع بكتيريا داخل يعني الطرشي، يعفن الطرشي لان كل شوية احنا نفتحه، والخضروات لما تذبل بالملح راح تنزل وراح يصعد هواء، فهذا الهواء هو اللي يخلي الطرشي يعفن. فهاي الطريقة يعني صدقوني جربوها مستحيل يطلع عندكم عفن. فمثل ما تشوفون هسه قاعدة أعصر بالهواء، قاعدة أطلع بالهواء بهالطريقة، وتشدونه بأي نايلون عندكم باعوا جاي يتأكد إنه ماكو هواء بحيث الماي كلش يعني يطلع لفوق، وأجي يعني أفره التشيز وأبدي أشدنه. هاي الطريقة أسويها يوميا، يعني كل ما أفتح القبق مالت السطل أباوع إذا أكو يعني إذا مو طرشي راح يذبل فراح ينزل لجوا، فراح يصعد هوا فوق، فهذا الهواء إحنا ضروري نتخلص من عنده. همين نفس الطريقة نفتح التشيز ونضغط هذا الهواء نطلعه لبرا ونبرم التشيز ونشده زين بحيث ما يبقى أي هواء بيه. فهاي الطريقة اللي تخليه أبدا ماكو أي عفن بيه. حتى لو السطل بدون قبق أيضا ما يعفن لأن أنت شادة التشيز زين. فأنا بقيت يعني مدة 7 أيام مخليته بالملح، وبين يوم ويوم أراقبنه إذا أكو هواء رأسة. مجرد أفتح يعني هذا اللايلون اللي شادته أني وأعصر أطلع الهواء لبرا، أتأكد من عنده وأرجع أبرم التشيز وأشده. هاي بين يوم ويوم إلى أن وصل 7 أيام. بعد 7 أيام أنا ما صورته نسيت، فبعد 7 أيام مجرد غسلته بالملح شفته شوية طعمه مالح حيل، نقعته 2 3 من الليمون وصلت للطعم اللي أريده، نقعته بماي آرو. بعد ما نقعته بالماي الآرو تشيز جديد خليته بالسطل، تشيز جديد انتبهوا زين. فرجعت يعني الخضروات كلها رجعتها وين بالسطل والتشيز الجديد، وبعدها خلطت خليط، جبنا خلط تمر وخلينا عليه بهارات طرشي تلقونها عند أهل البهارات. يعني مجرد خلطت الخل والبهارات، يعني هذا السطل أخذ بطلين خل من هذه الكبار. فبعد ما يعني خليت للخل بعد نهائيا ايد يكون ما تجيس الايد، وابقى اخذ من عنده بخاشوقة نظيفة ما بيها قطر الزيت زين. والايد ابدا بعد ما تلوحه، بس تلوحه ايد خلص راح يعفن. ونفس الطريقة ناخذ من عنده وارجع اشده نفس كل مرة، ارجع اشد التشيز باحكام ما اخلي اي هواء بداخله. همين من افتح التشيز اخذ من عنده وارجع اسده واشدنه بهذا الخيط. صدقوني هاي الطريقة يعني هي الوحيدة اللي نجحت وياي، طريقة المحلات. فيعني اتمنى تجربوها تستمتعون بالطعم، لان الطعم كلش طيب ونفس المحلات إذا مو أحسن من عنده. شغل نظيف وشغلك أنت بالبيت والخضروات اللي أنت تحبيها. بالنسبة للفلفل، الفلفل لما ضفت الخل ضفته فوقه على الطبقة الفوق وشديت التشيز، ضل يومين أو يوم وخلاص بعد طلعنا وأكلنا من عنده. فإن شاء الله تعجبكم الطريقة وإن شاء الله سهلة وإن شاء الله تجربوها. أضمن لكم ضمان يعني شكلكم 100% ما راح يعفن نهائيا ما دام تتبعون هذه الطريقة، إنه تشدون التشيز بمرحلة الملح بقى 7 أيام، وبعدها غسلته وبعدها شبسته بالخل والبهارات. بعد خلاص أي إيد ما تلوحه. أنا خلال هاي الفترة كلها عادي غسلته بالملح وهذا ما عفن، ما صار لي أي شيء خلال 7 أيام. فأشوفكم فيديو جديد، مع ألف سلامة.